عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم على قناه شهوتين اوفيسيال. مرحبا بكم في وصفه جديده وفيديو جديد. اليوم جبت لكم كيك يومي اولا كيك للضيافه، كيجي زوين بزاف وخفيف وبمقادير اللي هما بساط. ممكن توجدوا هذا الكيك. نمشيو للمقادير والطريقه ديال التحضير. هنايا بالنسبه للمكونات، مكونات بساطين. غادي نحتاجو كاس ديال السكر حبيبات، غادي نحتاجو كاس قل ربع ديال الزيت، وكذلك كاس قل ربع ديال الحليب. غادي نحتاجو كذلك هنا عندنا 3 الملاعق كبار ديال كاكاو المر، تكون نوعيه ممتازه. غادي نحتاجو 2 ديال البيضات بدرجه ديال المطبخ. غادي نحتاجو الدقيق، وغادي نحتاجو هنايا عندنا 2 الباكيات ديال الخماره الحلويات. غادي نمشيو للطريقه. غادي نجيبو واحد الاناء وغادي نضيفو عليه دوك 2 ديال البيضات. ممكن تضيفوا واحد شويه ديال الملح، غير لتوازن الذوق وصافي. انايا هنايا ما ضفت مباشره 2 البيضات مع الكاس ديال السكر، وغادي نخلطوا الخليط مزيان. هنايا من بعد ما خلطنا الخليط مزيان غير بالفوي، يعني غير باليد وصافي، ماشي بالطراب الكهربائي، غادي نزيدو نضيفو هذاك الكاس قل ربع ديال الزيت. غادي نخلطو واحد شويه، غير نحسو بانه الزيت دخل لينا مزيان مع الخليط، ما بقاش الفوق طالع. وغادي نزيد نضيفو هنايا هذاك الكاس قل ربع ديال الحليب، وغادي نخلطو الخليط ونكمل معاكم. هنا في هذه المرحله بالنسبه للدقيق، ضروري الدقيق غادي يكون عندنا مغربل. غادي نبدا كنضيف الدقيق شويه بشويه وانايا كنخلط. بالنسبه للمقادير غادي تلقاوهم مضبوطين مكتوبين في صندوق الوصف، غادي تلقاو كل شيء مكتوب، يعني كما الدقيق ولا المقادير كامله غادي تلقاوهم مكتوبين. هنايا كما قلت لكم ضروري لا الكاكاو ولا الدقيق يكونوا مغربلين، على الاقل جوج ديال المرات. صافي غادي نبدا كنضيف شويه بشويه وانايا كنخلط حتى غادي نتحصل على العجينه اللي راني باغياها. هذا هو الخليط ديال الكيك اللي كنتحصلوا عليه، كيكون بهذا الشكل هذا باش كيجينا الكيكه، باش كتجينا خفيفه ما كتجيش عاود ثقيله بزاف. هنايا انا غادي نستعمل هذا المول اللي كيقولوا له المول العجيب. دهنته مزيان بالزبده ورشيته بالدقيق. ممكن انكم ترشوه بالكاكاو المر، يعني الا بغيتو ترشوه ما كاينش مشكل. انايا عندي بحال بحال، يعني ممكن ترشوه بالكاكاو المر، ممكن ترشوه بالدقيق. غير بغيت نقول لكم انه المول ديالكم ضروري ما دهنوه مزيان بالزبده، ترشوه مزيان بالدقيق. ديروا فيه الخليط ديال الكيك ديالكم، دخلوه الفران. بالنسبه للفران على حسب كل وحده والفران كي داير اللي عندها. الفران ديال الضوء كنظن في كل واحد الدرجه شحال فيه. درجه الكيكه غادي طيب على 170. الفران ديال الغاز غادي تنقصوا البوطه وغادي تخليوه يطيب على خاطره. هنايا انا من بعد ما طابت ليا الكيكه وخرجتها كما كتشوفوا، هيا هنا كنقلبها بسهوله، راها ما كتلصق ليا ما حتى شي حاجه. غير من تخرجوها من الفران خليوها تبرد واحد 10 دقائق حتى لربع ساعه، عاد غادي تقلبوها في شي طبسي. شوفوا هنايا كيف كتجي، راها كتجي خفيفه بزاف، كتجي رطبه وكيجي المذاق ديالها زوين بزاف. غير جربوا الطريقه اللي قلت لكم والمقادير اللي قلت لكم نيشان، راه غادي تصدق لكم زوينه. هنايا غادي نمشيو للكريمه اللي غادي نوجدو، اللي غادي نديرو في الكيكه. بالنسبه للكريمه راها سهله واعتمدوها، راه كتجي زوينه بزاف. هنايا عندي 3 الكيسان ديال الحليب، غير 3، ما ديروش نص سيطرو، غادي ديروا غير 3 الكيسان ديال الحليب. غادي نضيف معاهم 3 المعالق كبار ديال السكر. هنايا راه ما تصورليش من ضفت السكر. غادي نضيفوا الكريم باتيسي 3 المعالق اولا 3 المعالق ديال النشا، ما كاينش مشكل، بحال بحال. غادي نديرهم فوق من البوطه مع التحريك المستمر. البوطه تكون نار متوسطه مع التحريك المستمر حتى غادي نتحصل على هذا الخليط. غادي يتقال على الخليط بحال هذا الشكل. صافي غادي نطفيو على البوطه وغادي نزيدو عليها هنايا واحد المعلقه كبيره ديال الزبده. بالنسبه للزبده انا دائما كنضيفها في هذه الكريمات اللي كيكونوا هكذا في الكيك، كتجي زوينه بزاف، كتعطي واحد المذاق زوين بزاف. صافي غادي نخلط مزيان حتى غادي نحس بهذيك الزبده دابت ونكمل معاكم. شوفوا كما كتشوفوا الكريمه راه كتجي زوينه بزاف
كتجي ليس وكتجي زوينه بزاف. ممكن ديروا بها بزاف د الحوايج من غير انه ديروها في الكيك، يعني كاين بزاف د الحوايج اخرين غادي نديروهم فيها، غادي نشاركهم معكم ان شاء الله. صافي هنايا من بعد ما كنجيب الكيكه ديالي كنفرغوا فيها مباشره هذيك الكريمه اللي صاوبنا. صافي كنكبوها من فوق منها وكنصايبوها بالمعلقه غير باش تجينا الطبقه تجينا متساويه. هنايا غادي نعطيكم واحد الطريقه. المهم التزيين، اول حاجه غادي يبقى التزيين اختياري. ممكن تخليو الكيكه ديالكم غير بحال هكذا راه كتجي زوينه. ممكن تزينوها من الفوق كامله بالشكلاط اسود اولا دانيت، تزينوها من الفوق كتجي زوينه. انايا هنايا هزيت واحد الجوج المعالق كبار من الخليط الابيض، هزيتهم درتهم في زلافه وزدت عليهم واحد المعلقه كبيره ديال الكاكاو المر وخلطت مزيان حتى تحصلت على كريمه في اللون الاسود اللي كيجي المذاق ديالها الزوين، كتجي بحال الشوكولاط كحله. يعني الناس بغيت انا نزين الكيكه تزين بحال الشكل ديال الملفاي. الناس الا في ديك اللحظه ما كانش عندكم الشكلاط اولا تزينوا بدانيت باي شكل، بصح انايا درت هذه الطريقه. قلت نعطيكم كاقتراح الا ما كانش عندكم باش تزينوا نتوما بغيتوا تزينوا بهذا الشكل، خليو غير جوج المعالق من الكريمه البيضاء، زيدوا عليها كاكاو المر، خلطوا مزيان، ديري في شي بوشط ولا في شي ميكا عاديه وديري خطوط بهذاك الشكل كما شفتوا راه واضح كلشي في الفيديو. صافي من بعد درت خطوط كامله. هنايا جبت واحد العمود كنبقى غاديه على نفس الاتجاه، المره الثانيه كنمشي عكس الاتجاه اللي مشيت له من الاول وكنتحصلوا على الشكل ديال الملفاي. الشكل ديالها كيجي زوين، المنظر حتى هو كيجي زوين كيشهي، وفي المذاق اكثر من المنظر. يعني المنظر زوين اما في المذاق راه كتجي زوينه بزاف، كتجي الكيكه خفيفه والمذاق ديال الكريمه كيجي زوين بزاف. انا هذا هو التزيين اللي حاولت انني ندير اليوم. درت كيكه بسيطه المقادير اللي هما بساط، وحتى التزيين حاولت انني ندير واحد التزيين اللي هو بسيط وتقدر اي وحده تصايب هذه الكيكه وتصايبها يعني بهذه الطريقه اللي كتجي طريقه زوينه وفي نفس الوقت يعني لا في المنظر ولا في المذاق كتجي زوينه. ممكن انكم بغيتوا تزيدوا تزينوها، ممكن تزينوها باكثر، ممكن انه مع الجناب غادي تزينوا الكيكه تقدروا ديروا لها شويه ديال الشكلاط مع الجناب ديال الكيكه وديروا لهم لوز ايفيلي اولا ديروا لهم الكوك، اولا ممكن تخليوها. انا بغيت نخليها غير هكذا بسيطه، عجبتني هكذا جات زوينه. التزيين كيبقى لكم نتوما الاختيار، زينوها باش ما بغيتو. كنتمنى الكيكه ديال اليوم اولا الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بلايك للفيديو وكومونتير، بارطاجيو الفيديو مع احبابكم وصحابكم. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. بسلامه عليكم.